بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم معاكم دكتورة منور من قناة مامي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، عن أطعمة ممنوع تناولها على الريق قبل الفطار. هو ده موضوع النهاردة بإذن الله. بس زي ما احنا متعودين يا جماعة نذكر الله يا جماعة، لا إله إلا الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويا ريت يا جماعة ما تنسوناش من صلاح دعائكم فيها مس الحاجة إلى الدعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. فرج كربنا وكربكم وارزقنا وإياكم الخير كله، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا هنتكلم النهاردة عن أطعمة لا تتناولها على الريق. طبعا في أطعمة ومشروبات مش المفروض إن احنا ناكلها على الريق أو على معدة فاضية. أول حاجة معانا هي الموز. على الرغم طبعا من احتواء الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، لكنه أيضا حامض وبيحتوي على كتير من السكر بيؤدي إليه مشكلات في الأمعاء. ولكن في حالة إضافة قطع الموز للشوفان مع الحليب ممكن ان احنا نتناوله في الصباح. فالموز من الحاجات اللي ما ينفعش ناكلها أبدا الصبح على الريق، لأنها كمان ممكن تأثر على الضغط بشكل كبير. زي ما قلنا برضو تقيلة عن المعدة، فيها سكريات كتير، لكن لو أضفناه للحليب مع الشوفان ممكن ان هو يبقى فطار كويس. طبعا زي ما احنا معانا فيديو توضيحي ان شاء الله هيبين لنا كل الحاجات اللي احنا هنذكرها باذن الله. طبعا تاني حاجه معانا هي الزبادي. لا، ما انصحش طبعا بتناول الزبادي المحلى على الريق، لانه طبعا غني بالسكريات الصناعيه الضاره، والافضل هو تناول الزبادي وبعد كده نحليه بالعسل او الفاكهه. ولو كان الزبادي من غير تحليه ممكن احنا نتناوله من غير قلق ان شاء الله. بس طبعا الناس اللي هي ما عندهاش مشاكل من سكر اللبن، وسكر اللبن ما بيعملهاش اي مشاكل ولا بيعمل لها انتفاخات او بيضر لها القولون، فبيعتبر ان هو افطار صحي ان شاء الله، وبيساعد في فقدان الوزن، من الحاجات الجميله جدا. ثالث حاجه معانا هي الشوفان. طبعا بيعتبر الشوفان خيار صحي لوجبه الافطار، لكن الشوفان الجاهز بيحتوي على الكثير من السكر والالوان الصناعيه. فلو مفيش وقت ان احنا نعد الشوفان الاصلي من غير ما نضيف له اي اضافات، ممكن ان احنا نشتري الشوفان الجاهز غير المحلى، ممكن يكون خيار كويس لوجبه الافطار. كمان الخضروات النيه، الخضروات او الخضار الني، لان تناوله طبعا على معده فارغه ممكن يزود من فرص الاصابه بالانتفاخات والغازات وتهيج والام البطن، طبعا لانها بتحتوي على الالياف غير القابله للذوبان او الانسوليبل فايبرز، اللي بتسبب مشكله للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في الهضم. خامس حاجه معانا هي الطماطم. طبعا الطماطم او البندوره ما ينفعش ان احنا ناكلها على معده فارغه، لانها طبعا بتحتوي على الاحماض اللي بتسبب مشاكل في الامعاء لما بناكلها على الريق. سادس حاجه معانا طبعا المفروض ان احنا نتجنب الفاكهه الحمضيه على معده فارغه، زي البرتقال والليمون والجريب فروت، وبالذات للي عندهم مشاكل في المعده ومعدتهم حساس، لانها طبعا بتتفاعل مع العصاره الهضميه. وكمان المفروض مرضى السكر يتجنبوا الفاكهه الصبح، لانها تحتوي على الكربوهيدرات، ده بيرفع مستوى السكر في الصبح، طبعا ده خطر جدا عليهم بقيه اليوم. سابع حاجه معانا هي المشروبات البارده والمشروبات الغازيه البارده، المفروض ان احنا نتجنبها على الريق، لانها طبعا بتسبب تهيج في المعده والامعاء وانتفاخ، كمان بتاثر على الكلى، بتاثر على مستوى الاملاح في الدم، كمان بتاثر على الضغط بشكل كبير، الناس مرضى الضغط. المفروض ان احنا نشرب ميه تكون فتره او دافيه الصبح قبل وجبه الفطار، طبعا ده بيحسن الهضم وبيحسن الدوره الدمويه بشكل كبير، كمان بيساعد على تخفيف الوزن بشكل كبير. تامن حاجه معانا طبعا الكمثرى طبعا تحتوي على الياف ممكن انها تلحق الضرر بالاغشيه المخاطيه الحساسه للمعده لما نتناولها على الريق، وبالذات الناس اللي عندها مشاكل في المعده اكيد هتبقى فاهمه وحاسه اللي انا بقوله، وعارفه ان الحاجات دي كلها ما ينفعش ان احنا ناكلها على الريق، بتتعبهم حتى لو جربوا ان هم ياكلوها على الريق فهيكونوا تعبانين جدا. تاسع حاجه معانا هي طبعا تناول القهوه على الريق. هي عاده ضاره بالصحه، بتؤدي لاضطرابات في المعده وفي الهضم، وبتسبب الانتفاخ وتهيج الامعاء. وفي حاله طبعا صعوبه التوقف عنها صباحا، لان في ناس متعوده انها تشرب قهوه وممكن انها تشربها كمان على الريق، فالمفروض ان احنا ناكلها بقى نتناولها بعد وجبه الافطار، هيكون افضل بكتير. كمان المفروض ان احنا نتفادى المشكلات دي على قد ما نقدر،
ونساعد المعدة على استقبال الطعام من خلال تناول طبعا مزيج من الثوم والعسل على الريق. وبنحضر المزيج ده ان احنا بنحط 12 فص من الثوم المفروم كويس جدا في برطمان من العسل، وبنمزجه جيدا، وبنترك المزيج في مكان بعيد عن أشعة الشمس لمدة أسبوع، وبتناول منه ملعقة واحدة كل يوم قبل وجبة الإفطار للحصول على أفضل النتائج. طبعا حاولنا نحصر كل الحاجات اللي ما ينفعش ناخدها على الريق، ولو خدناها على الريق بتشكل خطر على المعدة، وبالذات الناس اللي هي اصلا تعبانه او عندها امراض مزمنه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، او الناس اللي اصلا معدتها تعبانه، ويمكن اغلب الناس معدتها تعبانه فبتكون الصبح مش مهيئه انها تفطر باي حاجه، فمش اي حاجه ناخدها ونفطر بيها لانها ممكن تضر جهازنا الهضمي اكتر ما تفيده. يا رب باذن الله الفيديو يكون مفيد لكم النهارده. ما تنسوناش دايما من دعواتكم في امس الحاجه الى الدعاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، امين يا رب العالمين. ما تنساش يا جماعه نعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، شير يعني ومشاركه لكل اصحابنا علشان الكل يستفيد. ما ننساش نشترك في القناه من كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجود تحت الفيديو، ونفعل زرار الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد للقناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.